كل بلوجر معاه قرشين محيرين ومش عارف يعمل بيهم ايه، يقول لك انا هفتح مطعم وابيع اكل للناس. المكان اللي قدامكم دوت هو عباره عن خيمه رمضانيه، والشاب اللي انتم شايفينه عمال يرقص ويتنطط من الفرحه ده هو صاحب المكان، بلوجر معروف وبيقدم محتوى كوميدي، والمكان فيه فقرات كتير جدا كلها اجمل من بعض. وطول ما انت قاعد كده هتلاقي ناس عماله تتنطط وتهيص حوالين منك، وهتمشي من هناك وانت مبسوط على الاخر، وفعلا قادرين يغيروا مودك 360 درجه. بجد انا المكان دوت اتبسطت جدا بالقعده فيه، ودياستي وبكار كانوا عاملين شغل فاخر من الاخر. وبعيدا بقى عن الفقرات هتلاقي عندهم عربيه فول وعربيه بطاطا وغزل بنات وحمص وزلابيا وحاجات كتير جدا. واجمل من كل ده عندهم ناس بتخبز العيش البلدي، وبجد ناس جميله قوي. وعايز اقول لكم ان الزلابيا بتاعتهم والصوصات اللي مستعملينها طعمها جميل جدا وحلوه قوي. وعقبال ما السحور ينزل لي قلت اسلي نفسي وارقص شويه بالنبوه. واخيرا وبقى طول انتظار السحور نزل لي وحرفيا كنت ميت من الجوع. وخدت لي لقمه بيض اومليت بالخضار على السريع كده، ودخلت على البتنجان المقلي اللي كان خطير. وعلى فكره كنت طالب فول اسكندراني وطعميه محشيه جبنه وبطاطس محمره وكمان بيض اومليت بالبسطرمه وبتنجان وبيض بالخضار، والعيش بقى كان قد وش. واول ما مسكت العيش وغمسته في الفول الاسكندراني لقيت علي برج ساب الكوميديا والتمثيل وقرر يبقى فود بلوجر. وبصراحه اداؤه عجبني جدا وقررت اشغله معايا. وبكده احنا مستعدين لاي اعلانات. وقبل ما انسى البطاطس المحمره طعمها كان جميل جدا وما فيهاش ولا غلط. الطعميه المحشيه طعمها كان حلو قوي و100 100. اخيرا بقى حابب اقول لصاحبي واخويا وحبيبي الف مبروك ودايما في تقدم ونجاح. وحابب اقول لكم ان المكان دوت اسمه طبليه ابو الفدا وموجود في الزمالك.